الأخوات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما الأخ عشائر اتصل بي أمس وقال لي يعني ما تنسى بكرة لأنه بكرة عندنا الاحتفال ده، قلت له يا أخي نحن في الستينات كنا بنتذكر كان في عزمي أحمد خليل الشاعر عنده قصيدة بغنيها حمد الريح بيقول فيها عشان ما تنسى ذكرتك لقيتك انت متذكر. وبعدين الحقيقة الفترة دي أنا عايز أتكلم عن شنو؟ عايز أتكلم عن المزاج. يعني كتاباتي بتاعت حساس محمد حساس كنت بلمس في المزاج السوداني ونظرته للأشياء والتغلبات والتناقضات العجيبة الموجودة عندنا يعني كسودانيين. إذا كان نحن بنقيف الوقفة بتاعت رمضان في ساعة قشرة، مع إنه رمضان ما في وقفة، الوقفة في عيد الضحية، لكن الناس دي كلها دلوقتي بتقول لك وقفة رمضان وقفة رمضان. طيب دي جات من وين القصة دي؟ السودانيين عندهم يعني فترة الستينات دي فترة غريبة جدا، لا هي زي الخمسينات ولا هي زي السبعينات، حاجة كده غايبة كده بذاتها. يعني أنا سنة 62 طالب في جامعة الخرطوم، نقوم نمشي بشارع النيل نلقى الناس لامين في الجراند اوتيل، وبعدين نلقى احتفال بانتخاب ملكة جمال السودان سنة 62 ورئيس اللجنة عبد الحليم محمد والقايمين بها الروتيريانز نادي الروتري واللايونز والبتاع. يعني ده في وقت شوف انت يعني 62 كان الناس ملكة جمال السودان والحاجات زي دي، وجوردن ميوزك هول بتجيب لنا ناس فرقة كارمين وتجيب لنا فرقة منو ما بعرف، والكان الرقصة الفرنسية دي بنشوفها كده في المسرح في جوردن ميوزك هول، وناس شرحبيل كانوا هو علي نور الجليل وجماعته فرقته في سان جيمس لحد الصباح، وعلي نور الجليل العازف معاه يمشي ينوم بعد الساعة 3 وبكرة يمشي يمتحن امتحان الاناتومي ويحرز اعلى درجة. يا اخي دي حاجات عجيبة جدا في الستينات دي. فانا الحقيقة حكايتي انه عايش في النوستالجيا بتاعت الماضي، انا عايش في الماضي لانه الحاضر لا يبهج، ما في حاجة مبهجة. وأنا عايش في الماضي لأنه الحاضر ما في حاجة مبهجة، والمستقبل أنا ما حضره، لأنه أنا هسه الليلة حبحتفل بعد مدة بمرور 36 سنة على عيد ميلادي ال40. ولذلك ما يعني القصة نحن مسمرين في الستينات دي وغيرها. والعجيب في الموضوع أنا لما ننظر للسبكترم بتاع كده، أول حاجة الحوش، كان النسوان يقومن يقشن الحوش ويطلع عن السراير والمرايات ويحموا الشفع ويلبسوهم الكزاكة ويطلعوهم برا في الشارع. لو الشفع يطلعوا برا في الشارع، في واحد من الإخوة معلش ما في داعي القصة دي. المهم بعد شوية جات حكاية الضفرة، ضفروا الحوش ضفروه. بعد شوية جاء البلاط الموزايكو، والبلاط الموزايكو جاء لما إبراهيم عبود الله يرحمه الرئيس قام وزع الامتداد بتاع الخرطوم ده، وزعوا للموظفين واتبنى. طبعا يعني الناس الأخوة المؤرخين للمعمار بتاع السودان بيعرفوا إنه بدت كيف المدارس بتاعت الطوبة الأحمر البتاع كده دي، ناس عبد المنعم مصطفى وناس مين
البيوت اللي اتعملت دي. اسماعيل حسن قال الشارع بين الامتداد والديوم ده ما شارع، دي آلاف السنين. المطر لما يكب بيجاي تشم ريحة الياسمين، ولما يجي على الديوم ما مويه ما صار لها طين. هنا تلقى فوفو، تلقى شوشو، تلقى مجدولين، والعجب العجيب أهلي مسمين اليقين. فشوف التغيرات الحاصلة دي. يعني أنا بتذكر أميز حاجة في الفترة بتاعت الستينات، إنه بدأت القصة بتاعت إنه الناس يعني العرس، الشيلة بتاعت العرس لازم تكون فيها ساعة بتاعت جوفيل. نحن ساعتنا بتاعت جوفيل كانت موجودة يعني، وبيستبدلوها لنا بواحدة تانية، لكن دي قاعدة زي العربيات اللي هنا هسه دي. فساعة جوفيل دي كانت لازم تيجي في الشيلة. وبعدين عملوا حاجة اسمها الفضية. الفضية دي يجيبوها يحطوا فيها الكبابي والفناجين والبتاع وما بنضيفوها الا قبل عيد الضحيه وقبل عيد الفطر. تلقى البنات رابطات رسين وشغالات في القصه دي ينظفن ويسون وخلاص. يوم واحد انا ما شفتها فنجان ولا حاجه زي دي، شالوها من هناك جابوها. هسه استبدلوها بحاجه اسمها الحافله. والحقيقه ده بيطرح موضوع العده، لانه انا زوجتي يعني لما كنا السودانيات عندهم شغف بحكاية العدة دي، ففي حاجة كده صندوق كده فيه 96 قطعة ما عنده أي حتة بيمسكها منه. المهم أنت لو قال لك خلاص هتشتري ده ما هتعرف هتشيله كيف. لما نكون احنا في السعودية نشيله نجيبه ماله بينفع نغزل في العدة. أنا زهقت قلت لا اسمعي، ربنا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ما يكون في فنجان ولا في بتاع ما في، بعدين نبقى في قصة. أحسن لك خلي بالك. وبعدين يا إخواننا يعني ده مزاج عجيب. الإسبيتاليا لما اتعملت الإسبيتاليات دي، النسوان من الساعة 10 أول حاجة بيلبسوا أبيض، كل الناس النسوان كانوا بيلبسوا أبيض. وبعدين في نسوان مشغولات بحكاية الإسبيتاليا دي، يعني مما الرجال بيمشوا بتاعهم بيمشوا الإسبيتاليا، عندهم هواية كده يحوموا بين العنابر وبين البتاع، هم ما عندهم أي شغلة. أنت يا فلان ماشية القاينة وماشية ما بعرف عنبر وين وماشية عنبر وين، يحومن الإسبيتاليا لحد ما تنتهي هنا ويطلعوا مع الناس يمشوا بيوتهم. فواحد قال لي في واحدة أنا شفتها طوالي، قال لي كلنا بنعرفها، لا زي 3 يوم ما جات. فقال لي قلت لها اسمعي انت غايبه لك 3 يوم وين؟ قالت لي ما كنت عيانه. فانا المزاج بتاع الناس بتاع السودانيين قاعد التقطه من الاغاني. الاغاني بتاعتنا دي سجلت اشياء كثيره جدا. كان في برنامج اسمه ربع السودان، احمد عمر وطابي بيقدموا بيجيب اغاني ربع السودان. الاغاني دي كلها عباره عن اغاني شعبيه. ناس دخلوها وصقير حام وجرجيركم صقير وحدي والبتاع ما كان في، ما كنا بنسمع ديل. كان غنى بتاع يعني شوف الجنة وشوف حكيته، وفي الديوان شنك طاقيته. ده لما اتعمل ديوان بقى في دواوين. والديوان ده مهم جدا جدا، لانه الديوان النظام كراسي. ده لما الكراسي بتاعت الحديد ديك البلاستيك اسمه شنو، في كراسي كده بتاعت حديد بتاع السيخ بيطلعوها. فلما طلعت بقى شنو الديوان النظام كراسي بدل العناقريب وكده. وبعدين النظام كراسي دي
بقينا نحن لما زول يكون مرتب كويس كده وحاجه زي دي نقول لك والله فلان ده نظامه كراسي. فدخلت في الشغلانيه بتاعتنا. طيب الاسبيتاليات زي ما قلت يعني في اغنيه جميله جدا لأمين برهان، اترك الاحلام يا جميل واصحى وقمنا نقضي الليل في ضفاف النيل ننشد الفسحة. والحكاية كانت جميلة جدا، أغنية يعني يغنيها لك سرور كده ورومانسية كده وحاجة جميلة، والنيل والطيور ساطحة والبتاع إيه والإيه والإيه. فجأة في الستينيات بعد ما اتعملت الاسبيتاليات والمعامل وكده، الفسحة دي جات بقت هنا. أنا ما بعرف مزاج السودانيين ده شكله شنو. الغير لينا اترك الأحلام يا جميل واصحى قمنا نقضي الليل في ضفاف النيل ننشد الفسحة. هسه معقول زول يسوق حبيبته في ضفاف النيل عشان ينشد الفسحة؟ ما ممكن. كيف تغير المزاج ده من هنا لهنا؟ تغير كيف؟ بعدين السودانيين يعني في الستينات عندهم شغل سريالي، فهم لتركيبات سريالية. يعني رمضان حسن لما حصل الإضراب بتاع الفنانين سنة 58 وبعدين جو غنوا بتاعت الزهور صاحي وانت نايم، أو لا دعبت شعرك النسايم حاجة زي دي، الزهور زهور صاحي وانت نايم ويغزاك صوت الحمايم. الموسيقى دي بتنتهي كده. كيف قاموا جابوا الله خلق للناي ضنب والناي ذنب والدقة بلاش؟ دقة من وين؟ يعني كيف ترجموا النغم ده؟ الله خلق للكك وشنب وللدغاغ ضنب والدقة بلاش. هي دي شنو؟ يعني كلميتها كلها كده فتشتها. يعني المزاج ده شنو؟ أهلنا السودانيين يقلبنوا الأشياء، قام قعد تكلم ساكت شنو ما عارف قصة بالشكل زي ده. أنا كنت انترست في الحكاية دي، عشان كده لما عملت شخصية حساس محمد حساس كنت طوالي بتسال بتجي حاجات زي دي ما بخليها تمر ساكت، داير أنا أشوف من وين الله خلق للناقة ضرب والكك وشنب والبتاع ودق بلاش. ده جا من وين ده؟ بعدين يا اخواننا اول حاجه انا زي ما قلت لكم دول مرفوع عني القلم وما مؤاخذ، وبقول الكلام اللي داير اقوله كويس. بقول الكلام اللي داير اقوله. حضرنا كان زمان في الستينات يعني اعراس والعروس بيرقصوها وتجي في الحوش وترقص حد قريب ده يعني كان يعني رقص العروس ده لحد ما يدخلوا ناس قسمه ديل بيقوا يعملوها كم 40 رقصه و75 رقصه وودوها للندن. لندن بيرقصوا قال المرة تغني قالوا لي انسى وامسح من خيالك ذكرياته، تقول لهم impossible. قال تاخذ لهم في ناسه كده قالوا لي انسى وانسى من خيالك ذكرياته impossible. فالسودانيين يعني عندهم بورنوغرافي في الغنى بتاعهم، ده في بورنوغرافي كبير، بس ما الناس ما بخل بيمشوه ساكت. المرة بيرقصوها يا عريسنا ما تتغفل، جايك صيد الخلل بيتجفل، صيلون قزاز ومقفل
امسك السكه القطر صفر. تمر كده القصه ساكت وبتاع، لكن لما انت تفكر فيها يا اخوان. فالحقيقه الفتره بتاعت الستينيات اللي ظهرت فيها غسيله الشنطه، وظهرت فيها اسمها شنو غسيله الكوشه، وظهرت فيها في حاجه ثانيه، اختلاسات النويله سنه 62. القيامه دي كلها قامت وتكتب في بتاع، هي حكايه بتاعت 10,000 جنيه اظن اختلسوها. الجرايد تكتب، اللي ما بعرف شنو يكتب، عابدين اسماعيل جو الجماعه ديل واعترفوا له، وهسه تدرس بالمناسبه في القانون، جو الجماعه ديل واعترفوا له وقالوا له نحن كده، قام قال لهم تمشي ترجعوا القروش وتمشوا تعترفوا، ترجعوا القروش وتعترفوا يحاكموكم. قالوا لي لا، وبعدين قاموا حكموهم على شهاده عابدين اسماعيل. فكسابقه قضائيه ابو رنات لغى الحكم، قال لهم المحامي ما مفروض تدسكلوز الاسرار بتاعت يعني الكلاينت بتاعه، ولغوا الجنايه. في اختلاسات النويلي دي كانت كلها. قبلها كان منه، كان في ود البدوي. ود البدوي ده غايته زول كده موظف، كان في بتاع شال لي شويه قروش، وهيجي الوظيفه كلها ب 3,000 جنيه. فبقوا يا ود البدوي زورنا مره، يا ود البدوي زورنا مره. وبعدين لما مسكوه سجنوه، ود البدوي غادي ود البدوي السجن بعادي. يا اخوانا ما نقبل نحن حقيقه الحاجات دي. وانا بتذكر يعني ام كلثوم لما جات هنا سنه 68، ام كلثوم اول دول طلبته النعام ادم، قالت عايزه تستمع للنعام ادم، مش ودوا لها هناك في هناك. فغنى لها مرحبتين حبابي، اليوم السعيد الليله جابك يا فرع البانه. قالت له النعام اخويا فرع البانه ولا دي شجره البلوط. طيب أنا بقول لكم إنه نحن اتربينا في مناخ كان بتاع ربع السودان ده اللي فيه الأغاني بتاعت انطلعت الجمرة، خير يا أخينا تودينا لأهلنا، بيسألوك مننا وشنو الحاجات زي دي. دخلوها صغيرة حامدي، دي شكلات. أنت ما تفتكر إنه دي شكل عديل، بيخلوها صغيرة حام وبتاع، وكسروا الجنار الرسين وما عارف شنو، واللي بيجريركم صغير وحدي وما عارف ايه، وكباس في الدهن ما بعرف. دي كلها حاجة، دي كلها شكلات. دي ما هناي، دي ما حريب، ما كده. لكن كل ناس في شكلها يطلعوا منتصرين ولا يطلعوا بتاع، تكون عندهم حكامه تعمل لهم. انا الحقيقه كان قصتي انه المزاج السوداني ده، يعني ده كان انا تفكيري فيه. عشان كده من كتبت الفترة بتاع الستينات اللي فيها حكايات طبيعة، مش طبيعة الأشياء، طبيعة فيلم ده نهاية علمي، لكن حساس، محمد حساس، والأشياء الغريبة. يعني أنا ما قلت لكم القصة دي ما فيها، يعني مثلا الليلة تحصل صدام قبلي، صدام قبلي. أنا عشان أوريك المزاج السوداني ده كيف صدام قبلي. الصدام القبلي ده بيموتوا من هنا ناس ومن هنا بيموتوا ناس. طبعا ما بعرفوا منو ضرب منو قتل منو سوى منو. ففي قضيه كان في عبد الوهاب محامي وعبد الله حسن محامي. بعدين عبد الله بيشتغل بالشغل باي ذا بوك، وبعدين عبد الوهاب ده مع ناس اتفق معهم على خطه. يقوموا زول من هنا من الجماعه ديل يقول لهم الزول ده بتعرفوه؟ يقولوا لناس عبد الوهاب الزول ده بتعرفوه؟ ده الله ما لنا وقت الشكله قبل الشكله والله يا خشمه ده اصلا ما سكت، في جيق في جيق في جيق في جيق في جيق يتكلم. اول ما العكاز قال كع عاد خفست به الوضع، خفست به
قصقر شالوا، لكن ما شفنا بعيننا دي، ما شفناه. انا ما شفت ايه عليه الطلاق بعكازي زي ملحقك انت ضربتين، وعليه الطلاق الزول اللي جنبك ده اللي لقيته بطنه مبعوجه ده ابعدته انا القاضي، بعدته منه الزول اللي بجنبه ده يكتب طوالي بعده. طبعا لو القصه مشت عادي ما بقول، لكن انت ما تقول لي سوداني خواف، تقول لي سوداني خواف، دي شغلانيه ما بتجي، ما بتركب اصلا. هسه نحن الستينات ده والمزاج السوداني، يعني ده مزاج انا افتكر يعني نأرخ له، نتكلم الشعر طلع زمان ده كله، والفنانين في فنان مثلا زي الرحمة مكي ومهلة العبادية وفاطمة الحاج، زي كنا بنسميهم فنانين الساعة 10، زي بيلموهم الساعة 10 بيجيبوهم الإذاعة زي صوب أوبرا عند الخواجات، صوب أوبرا بيجيبوا الساعة 10 بنسمع الغنى ده كله بنسمعه. لكن الغنى الجد طبعا بعد ذاك الستينات طبعا بلا منازع ابراهيم عوض كان فيها هو يعني عمل فيها كثير، يعني سوى فيها شغل كثير. وابراهيم عوض يعني كان له جاب ستايل نفس الستايل، وجابوه ناس الفيس بريسلي وناس مين وناس مين وناس مين. والستينات ذات حاجه مختلفه من ما بعرف انا الحاصل ليه الستينات دي بالذات فيها كل المصايب دي. عشان كده انا هسه زي ما قلت لكم مستمر فيها وعايش في الماضي ده، عايش في الزمان ذاك، والنفس طالع بالدولار ونازل بالجنيه. السلام عليكم.